الرجل الذي لا يستطيع أحد أن يأخذ من عمره ثانية ولا من ملكه درهما، هذا ملك. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فبرمجوا أنفسكم على السعادة وعلى الطاقة الإيجابية التي نحيا بها. كل الناس تغضب لكن لا تغضب أنت. كل الناس تشتم لكن أنت لا تشتم. كل الناس تنتقص، أنت لا تنتقص. كل الناس تبحث عن عيب فيك، أنت لا تبحث، ابحث عن الكمال. حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله يا رب. النهارده بقى فيديو جديد كده ويوم جديد، هنعمل مع بعض كده روتين حلو وسهل كده ان شاء الله يعجبكم وتتشجعوا معايا، واللي وراه حاجه يقوم يخلصها. بصوا بقى، انا هنا كده ايه، بدأت اول حاجه ان انا هنا كنت فرشت الملايات على السريرين، غيرتهم يعني. طبعا انا واخده الشقه كده بالترتيب، اوضه اوضه، من بعد الموضوع بتاع القطه ده انتوا عارفين يعني، اللي شافوا الفيديوهات القديمه. فكنت هنا بقى فرشت السريرين، وقلت اختصر الوقت ده عليكم من الفيديو، عشان انا هعمل الجنب اللي فوق ده والحته التانية اللي تحت بتاعه السفره. فبعد ما فرشت بقى الملايات الجديده وكده، رحت واخده الارض كده مسحه حلوه بديتول بقى واوكسي وحاجات كده حلوه ريحتها حلو. كمان كنت مسحه البلكونه من الاول من قبل ما ابدا، والسجاجيد عندي الحمد لله كانت نضيفه ومبرومه ومتشاله يعني. فاستنيت كده الارض لما نشفت ورحت فرشها على طول. شايفين هو ده الجزء اللي انا قلتلكوا عليه. كنت فرشت بقى السريرين وحطيت المشايه الصغيره دي كانت فتله كده من شعر عروسه. بصوا مضايقاني، عينيا بتاخد بالها قوي من الحاجات الصغيره دي. بس فشايفين ايه رايكم بقى؟ انا كمان كنت شايله بقالي كتير السجاد من قبل اللي هو موضوع القطه ده، عشان اللي هي الموجه بتاعه الحر دي، فقلت خلي الشقه كده. وعايزه اقول لكم والله كنت بمسح، بصوا 3 4 5 مرات في اليوم، فتعبت بصراحه يعني. فقلت خلاص بقى كفايه كده، هبتدي ان انا افرشها، عشان كمان في مدرسه هتيجي عندنا عشان الدرس الكنزي وكده. فقلت خلاص بقى خلي الشقه تبقى مفروشه كده ونضيفه وشكلها منظم. هنا بقى الجزء التاني اللي تحت ده كانت السفرة. بصوا شايفين، انا بقى ده دايما يعني فاتحة الشباك اللي هو اللي قدامكم ده والباب بتاع البلكونة، فبصوا ليل ونهار ما بيتقفلوش يعني. فكانوا مدخلين تراب جدا، كل ما امسح حاجة الاقيها مفيش نص ساعة الاقي تراب قد كده عليها. بس انا كنت بقول عادي يعني، مش مشكلة، عادي امسح الارض وامسح الحاجات دي احسن ما نقعد في الحر، وممكن الخشب كمان بيبوظ، وكمان الاجهزه الكهربائيه ممكن تسخن من الحر. انتوا عارفين بقى حر والنور بيقطع كمان. فقلت لا، بلاش الشقه تبقى مكتومه. كمان انا كنت ضامه السفره كده على جنب، يعني احنا ما بنقعدش عليها خالص الا ممكن بس في ايام رمضان، يعني قليل قوي لما بنقعد عليها. فكنت ضماها على جنب كده، فقلت لا الفها بقى تاني، خليها بالطول عشان يبقوا يقعدوا ياخدوا الدرس عليها يعني. بس فخدت الكراسي بقى هنا كده، نفضتهم كرسي كرسي، انا بمسح من عليهم التراب، وكنت هنا بمسح وبصوا عماله اخرج بقى على السلم بره قدام باب الشقه. انا احلى حاجه عندي اني مفيش حد ساكن قدامي، فلما باجي امسح بقى بطلع كل الكراسي دي بره واقعد امسح بقى براحتي. بصوا شايفين البوفيه، كل حاجه بقى كل حاجه عليها تراب، الشباك والراوتر والتليفون. بعد ما بمسح كده تلميعه كده بس بحته قماشه كده ناشفه، في الاخر بلمع الخشب باللي هو البليدج ده او المورال. هنا بقى ده اسمه ايه، ملمع الازاز ده، اللي انا كنت عاملاه معاكم في فيديو، وخدوا لفه كده في الفيديوهات عندي في القناه. وعايزه اقول لكم تحفه واحلى من اللي بنشتريه من بره، هتلاقوا الطريقه بالظبط انا عاملاه فيها يعني في فيديو لوحده. ريحته حلوه قوي بقى وبيلمع، وانا حاطه عليه كمان برفان ريحته حلوه يعني. فبعد ما بخلص تلميعه كده الشقه بتفضل فيها ريحه حلوه، الازاز ريحته حلوه والريحه ثابته قوي طول اليوم. حتى انتوا هتلاقوني في الفيديو هنا بعد ما خلصت، ما الشقه ما كانتش محتاجه ان انا ارش معطر او اي حاجه.
خدت كمان بقى معايا بالمره اللي هي الضرفه الازاز بتاعه النيش دي. هو النيش بصوا من جوه كده شايفين، يعني محتاج كده ان انا انزله، محتاج غسله او شطفه حلوه من التراب اللي فيه، رغم ان هو مقفول بس برضو بيوصل له يعني اتربه وكده. فبس خدت ضرفه كده مسحه على السريع من جوه ومن بره. شايفين بقى بصوا الفرق قبل وبعد. عندي بقى هنا بصوا شايفين دي، انا عندي مكنة خياطة، يعني كل 3 4 سنين كده لما بشغلها مش عارفة والله بكسل عنها ليه، مع اني كنت هتجنن واشتريها، يعني كان نفسي فيها قوي. جايباها بقالها حوالي يعني ممكن 3 سنين، ايه بقالها حوالي 7 سنين ما استخدمتهاش فيهم، يعني ممكن نقول 10 مرات على بعض. بس هنا بقى بصوا انا كنت حاطه المشمع ده تحت الازاز. هو عشان لونه ابيض والازاز فوقيه، فلما كنت بحط اطباق اكل ولا حاجه الاكل بيبقى باين. انا كنت حابه كده، غير ان السفره كده لونها اسود، فبحط الاطباق بحس الاكل مش باين، فكنت حاطاه فتره كده من تحت. بس بعد كده قلت كفايه بقى، انا زهقت خلاص اشيله وامسح الازاز بقى مسحه حلوه كده. شايفين بقى بصوا الشقه دي، شايفين الشيبس اللي واقع؟ ادي الشقه اللي بتتمسح 4 مرات في اليوم. هنا ده كان زين وكنزي بياكلوا شيبسي فوقع منهم في الارض، فكان مركون على جنب يعني، فخدته معايا كده وانا بكنس. بصوا بقى هنا انا مسحت باوكسي، هي الارض كانت نضيفة بس انا بحب امسح كده وادلق مية بقى كتير، بالذات في الصيف، يعني لو في الشتاء بقى تلميعة كده وخلاص بالشرشوب. بس خدت بقى حبة الاوكسي ده ودلقت شوية مية كده، وبصوا كنت عمالة بقى ايه ببلبط مش بمسح. بحب كده قوي، بحب رجلي تبقى في الارض كده ومبلولة وبحب اطول كمان قوي وانا بمسح. بس دعكتها كده الاول بالفرشة عشان لو في اي حاجة لازقة في الارض او كده، ورحت لما الصابون والرغاوي دي كلها كده بالمساحة عشان ايه يبقى سهل عليا بقى ايه اخدها بس تنشيفة كده بالشرشوبة على السريع. انا هنا بقى كده وانا بمسح النور قطع عليا. هنا كنت بعمل حوالي ساعة، كانت النور بيقطع الساعة عندنا بيقطع 4 بالظبط. بس انا كنت بادئه من بدري يعني، بس طبعا انتوا عارفين عشان زين معايا وكده، فبعمل حته واقف شويه، اعمل شويه واقعد اسكته شويه. بصوا بقى الحركه اللي انا بعملها دي، بحب افرش السجاده الاول واروح رافعه السفره كده. بصوا اهو لوحدي يعني ما بستناش حد يجي يساعدني، برفعها كده وبعد كده بقى بشد السجاده نفسها في المكان اللي انا عايزاه. فاهمين؟ بصوا يعني انا بوسطن السفره الاول في النص الخشبه نفسها، بعد كده بحرك السجاده بقى بالسفره. بس هنا بقى خلاص كنت بجيب الكراسي من على السلم، وبصوا شايفين فوق، شايفين اللي انا عملته كله؟ جت كنزي وجابت صاحبتها معاها تلعب عندنا شويه. شايفين زين؟ فضوا بقى اللعب على الارض ودلقوها كده كلها، بس مش مشكله يعني اللعب سهله، بتتلم يعني مش تراب او فتافيت اكل او كده، لا عادي اللعب سهل امرها يعني. فانا اهم حاجه بس عندي ان زين يبقى قاعد ساكت، يعني حتى لو هيبهدل المكان انا لسه عاملاه مش مشكله. بس فخلاص بقى هنا كنت خلاص كده بلمع الرف ده اللي هو تحت الشاشه، واخر حاجه خالص الشاشه. وكده الحمد لله انا ظبطت الشقه اهو قبل المدرسه ما تيجي بيوم. شايفين؟ ايه رايكم بقى؟ بصوا انا هنا الاضاءه كانت مضايقاني شويه عشان الشمس كانت داخله، بس هو انا حاولت ابين لكم. ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا كده اتشجعتوا واستفدتوا منه وخدتوا كده شويه نشاط وطاقه ايجابيه. استنوا بقى الفيديوهات اللي جايه باذن الله برضو هتعجبكم. وما تنسوش الاشتراك عندي في القناه وتحطوا اللايك، واهم حاجه الشير. واشوفكم ان شاء الله على خير. واللي وراه حاجة بقى يقوم كده يخلصها ويعمل زيي ويخلي شقته نظيفة. ويلا يا حبايبي، باي باي.